طب دلوقتي انا جالي سؤال، بتقول انا ابني لما باجي انطقه الحروف بينطقها كويس جدا لوحدها، مفيش فيها اي مشكله، يعني ما عندهوش لدغات، تمام كده، بيخرج الحروف من مخرجها الصحيح، بس لما بيجي يتكلم يقول كلمات بينطقها غلط او بيبدل حروف مكان حروف او ما بيطلعش مخارج الحروف صح. تمام. طيب مش كل طفل الكلام بتاعه بيكون غلط او بيكون غير صحيح او بيكون مش مفهوم يبقى هو عنده لدغات. لا، في اطفال بيكون عندها حاجه اسمها قصور لغوي. ايه هو القصور اللغوي؟ ان الطفل سنه وصل 4 سنين 5 سنين 6 سنين بس هو من البدايه اصلا كانت اللغه عنده متاخره، او ما تاخرناش في اللغه، بالعكس ده احنا نطقنا بدري بس دخلنا لغه تانية زي الانجليزي، ان هو كان بينطق كلمات انجليزي والكلمات اللي بالانجليزي كانت اكتر من العربي، فبالتالي حصل لي اندماج لغوي فحصل عندي مشكله. يبقى انا هنا دلوقتي مش بتكلم على لدغات، انا بتكلم على مشكله اصلا في اللغه نفسها، فبالتالي بنبدا نشتغل على مخارج النطق في الكلمات مش حروف. يعني مش بشتغل معاه جلسة لدغة اللي هو على الحرف بالفتحة وبالضمة وبالكسرة، لا خالص، انا بشتغل على كلمات اساسية ان هو يقول جمل واصلح حاله للكلمات الصح عشان الطفل يضغط على مخرج الحرف وينطقه صح. بشتغل عليها كإبدال وكتشويه، وده جزء برضو من مشاكل اللغة. تمام. يبقى مش كل طفل كلامه مش صحيح او كلامه مش مفهوم عنده لدغات، بس كده بسيطة.